أما قصتنا الآن هي قصة أخرى لفتاة معنفة بعد أن قام زوج بالاعتداء على زوجته، كبل يديها بالسلاسل الحديدية وضربها للأسف بكل وحشية. والزوج للأسف لم يكتفي بذلك، بل قام أيضا بإحراق جسدها بمساعدة صديق له، وكان الجزاء سجنه لمدة عام و8 أشهر فقط. زميلنا سلطان سلمي من جدة وقف على هذه القصة المؤلمة وكشف لنا مصاريف علاج قدرت لها بما يتجاوز 300,000 ريال. ضرب، صعق كهرباء، خنق، حبال بلاستيكية، سلاسل، وفي النهاية يقول لك شكوك. فصل جديد من قصص التعنيف، تلك التي لا تشبه بعضها، قصص ترويها ألسن تلعثمت وأحرف شرقت بالدمع، ليست فيلما تراجيديا ولا رواية بائسة، بل هي حقيقة وحشية. زوج حول حياة هاجر ذات 30 عام إلى جحيم بعد 7 أشهر من الزواج. أنا متزوجة من 1.5 سنة، تزوجت بالطريقة التقليدية المتعارف عليها. زوجي كان رجل أعمال ولديه أعمال سابقة. بعد 1.5 سنة كان في شهر شوال 1437 قال لي إنه بيسافر برا المملكة لمهمة عمل. 10 أيام من الغياب، طارقا للباب محملا بصاعق كهربائي، سلاسل حديدية وجالون غاز، هكذا دلف الزوج يحمل أدوات جريمته ليغيب مشهد الورود التي تحلم كل زوجة به بعد غياب شريكها. استعان بصديق لا يقل وحشية عنه، باحثا عن رجل آخر ليس له وجود برفقة زوجته بداعي الشك. اتفاجأت في يوم الاثنين وكنت صايمة وقتها إن الباب يدق، كان يدق بطريقة همجية، فلما كنت أقول مين ما كان أحد يرد، فكان حاط إيده على العين السحرية، فصرت أقول له مين، ما حفتح الباب، فقال لي أنا زوجك، فصرت أقول له ما أصدق إلين تشيل إيدك. لما شال إيده واكتشفت إنه هو زوجي فتحت له الباب. هنا كنت أنا في قمة فرحي إنه الحمد لله ربي جابه بالسلامة، لكني اكتشفت العكس، مسكني بشعري وصار يسحبني ويفتح أبواب الحمامات ويقول لي فين الرجال اللي أنت مدخلته في البيت. كان في يده الصاعق الكهربائي، فبدأ يحطه على رجلي وأنفض مرة مرتين، فصرت خلاص يعني هنا انهد حيلي، فقام رماني على السرير وبدأ يخنق وصار يضرب بطريقة وحشية. ربط رجلي بالحبل البلاستيكي وكان يبغاني أجلس، لكن أنا كنت أحاول إني أبقى واقفة. فتح الغاز، طبعا كان جالون أبيض، فتحه كان يبغى يكبه من فوق، فصرت أنا ماسكة وهو ماسك، فهو يحاول إنه من فوق وأنا لا أدف، فجت المادة البترولية هذه كلها انكبت من الرقبة وتحت، فقال له روح يا فلان جيب لي الولاعة تلقاها في المطبخ. راح جاب الولاعة، بعد كذا قال لي خلاص ما بتعترفي؟ والله ما عندي شيء أعترفه خلاص، وقلت حالي انهد من كثر الضرب والشيء اللي أخذته، بس فتح الولاعة على طول احترقت. طحت على وجهي، صرت أقول له الله يخليك ما أبغى أموت. أسعفت هاجر إلى المستشفى وأبلغت عن جريمة الزوج وصاحبه، وتم القبض عليه في حينها، ودخلت القضية إلى أروقة المحاكم. هاجر ترى أنه تم التعامل مع قضيتها برأفة، خصوصا أنها تصنف قانونيا من جرائم الشروع في القتل. حاولنا إنه نرجع القضية لهيئة التحقيق والدعاية العام حتى يعيدون التحقيق فيها، لكن ما رجعت للأسف، وصدر سجن 1 سنة و8 شهور و40 جلدة، والمجرم الثاني 7 شهور و40 جلدة. قرر لي الدكتور مدة العلاج كاملة 2 بما فيها العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي. أجريت حول 7
عمليات، بعضها نجحت وبعضها عادوها. الجزء اللي تضرر أكثر شيء فيه الرقبة والظهر. طبعا الظهر عملوا لي عملية ما نجحت، وكمان نفس الشيء الرقبة. تكبدت هاجر مصاريفا علاجية تجاوزت 300 ألف ريال منذ بداية القصة، والتي مضى عليها حتى الآن قرابة العام. لم تكن هاجر هي المعنفة الوحيدة التي ذاقت الأمرين من وحشية الزوج وتشويه لجسدها الطاهر، إذ سجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية 11,000 حالة عنف أسري خلال العام 2016. سلطان السلمي، MBC، جدة.